يا مساء الخير عليكم مشاهدي قناة الحدث اليوم. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فكرة. معكم محمود الشاعر. وفي البداية أنا حابب أرحب بزميلتي الإعلامية مروة أحمد. أهلا بيك يا أستاذة مروة. أخبارك ازيك يا إيه؟ محمود؟ الحمد منور لله. الاستوديو بنورك طبعا. طبعا. شيخ هادي منور الاستوديو من الشيوخ المتميزة. الله يهديك. في البداية حابة أقول ما ننساش شعار البرنامج بتاعنا. فكرتنا النهاردة مستقبل بكرة. بس طبعا في البداية عايزاك بقى كده عشان نبتدي البرنامج كده بحاجة حلوة، تتلو ما يتيسر من القرآن الكريم. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. الله يفتح عليك يا شيخ هادي. صوتك ما شاء الله جميل جدا وفي خشوع. يعني درجة الصوت دي أو النغمة أنا ما سمعتهاش قبل كده في القرآن. طبعا القرآن الكريم. طبعا لو أي حد يا جماعة مهموم أو نفسيته مش كويسة يستمع للقرآن الكريم طبعا، ويستمع للشيخ هادي. أكيد الشيخ هادي السقيلي من الأصوات المميزة. الله يكرمك. درجة الصوت دي بصراحة يعني أول مرة أسمعها، يعني ما سمعتهاش في قارئ القرآن الكريم في الجيل القديم أو الجيل الحديث. وطبعا أنا من هنا إن شاء الله يعني بنصحك إن لازم يبقى ليك محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني مواقع التواصل الاجتماعي زي اليوتيوب، ساوند كلاود، فيسبوك. صوتك بجد حرام ما يوصلش، يعني لازم صوتك يوصل. صوتك لازم، دي نصيحة بقدمها لك في البرنامج، لازم يوصل لعدد كبير من الناس. وعشان كده انت ان شاء الله معانا النهارده وفي حلقات جايه باذن الله تعالى. طيب بقول لكم ايه بقى، انا جالي كده فكره بما اننا على الهوا. انا عارفه ان انت بتقلد اصوات كتير شيوخ، صح؟ تمام. طيب احنا عايزين بقى نعرف الناس كده ونوريهم قد ايه انت قوي في موضوع القرآن ده. هتقبل التحدي؟ تحدي ان انت تجيب صوت من بعض اصوات قارئي القرآن الكريم إن شاء الله بإذن الله. ان شاء الله. اتفضل يا مروة. طيب انا عايزه الشيخ البنا رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جميل والله بجد. يعني انت جايب اقرب حاجه من درجه الصوت. انا بقول لك انا عايز ازاي اختار كده. ازاي هي بتقول لي ازاي كده وموطيه صوتها مش عايزه تقطع عليه. طب انا ممكن اختار الشيخ برضو ولا ايه؟ الشيخ مثلا محمود خليل الحصري، كنت لسه سامعه انا جاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. جميل جدا. مش ممكن. يعني بصراحه صوت جميل جدا. حابه مره تقولي له على شيخ كمان؟ لا انا حابه بقى ايه. طيب ايه رايك في الجيل الجديد؟ الشيخ مشاري راشد بقى وريني. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. جميل جدا. وانا برضو عايز اختار حد من الجيل الجديد. انا مثلا شايف في شيخ برضو كان مؤثر في الناس جدا، الشيخ خالد الجليل. بيحبه. انا يعني في مقاطع ليه في مقاطع كتير جدا بنسمعها له، بس في مقاطع معينه مشهوره ليه. تقدر تجيب درجه الصوت؟ اتفضل. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. عليك انت. يعني جميل جدا انت والله. بتعملها ازاي قبل ما اطلب منك واحد تاني بجد؟ يعني تدربت على ده ازاي؟ يعني موضوع انت جبت درجه الصوت بالظبط، فانا عايزك مره تختاري حد صعب بقى المره دي. يعني احنا اخترنا كده معظم الناس المشهوره. هو يبقى اخر حد طبعا عشان يعني مش هنكمل حلقه كده. الشيخ احمد العجب. احنا عايزين برضه حد صعب بقى. احمد العجب بقى. لازم عشان ده اختبار على الهواء قدام المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب انا اخر حد بقى، معلش يا مروه، انا اسف، اخر حد لازم اسمع صوته النهارده، ياسر الدوسري. اخر حد خلاص، مش هطلب منك حد مقلد تاني. لو حاضر معاك دلوقتي في ذهنك تمام، لو مش حاضر ممكن يعني ننتقل لحاجه تانية مثلا. ممكن مثلا اجيب الشيخ منصور السلمي. على فكره يا جماعه، انا بس عايز انوه لحاجه، الموضوع ده صعب جدا ان انت تبقى عندك حضور ذهني ان انت تنتقل من شيخ للتاني للتالت، فالموضوع مش سهل. وبرضه برجع اكد ان الشيخ هادي عنده درجه صوت مش مقلده، فده برضه حاجه انا عايز انوه فيها في الحلقه. فهو لو حاضر في ذهنك ياسر الدوسري تمام. ولا اجيب منصور السلمي. منصور السلمي ماشي. نجيب الاثنين؟ ماشي. نجيبهم في اي واحده. في ايه واحده تمام. اتفضل. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. منصور انت عشان ما تخانقش بس معايا. اتفضل. انا عايزه اخر طلب، انا نفسي اروح قوي الحرم المكي، فهات لي الاذان لحد هنا. انا كده كده هاخدها مقطع عشان افضل على طول اسمعها، يعني بجد دي من احلى الحاجات اللي ممكن تقدمها لي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا اله الا الله. لا بجد صوتك جميل، انا جسمي اشعر والله بجد. احلى حاجه اصلا ان انت مكرس حياتك كلها للقران. دي حاجه جميله، يعني انت مكرس حياتك كلها للقران الكريم ما شاء الله. يعني بتتدرب يوميا على قراءه القران الكريم باحكامه بتجويده بكل حاجه. انا مش هقدر طبعا احكم في الاحكام. انت كنت بتقول لي ايه؟ دي المواهب اللي دي المواهب اللي المفروض تظهر على التلفزيون. يعني في ناس بتطلع ترند كتير الايام دي على حاجات بس بجد احنا يعني من خلال برنامج فكره بندعمك النهارده ان شاء الله ان صوتك يوصل لاكبر عدد من الناس
دي من الحلقات على فكره اللي هو كان مهتم بيها انا كنت جدا. مهتم جدا ان انا اجيبك معايا النهارده في البرنامج بجد والله، عشان ده حاجه انا بدعمها، ده قران كريم هناخد عليه ثواب بعد كده بعد ما نرحل من الحياه ان شاء الله. ربنا يديك طول العمر. ربنا يكرمك. انا اخر حاجه بقى ان عايزين نرجع لطبقه صوتك انت، ولا نسيتها ولا ايه؟ لا طبعا. اكيد فاكر طبقه صوتك. طبعا. انا حابب اسمعها، يعني عايز تطلع، يعني عايزك تطلع علينا ما تاثر برضو، بس يعني حاجه مش كبيره. تمام. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ربنا يا رب يكرمك والله حقا. يعني انا عايزه اطلب منك طلب في الاول، يعني عايزه طبعا اقول للمشاهدين كمان ان احنا كلنا برنامج فكره بيقدم التعازي ل يعني الاطفال او ايا كان في سوريا وتركيا بالزلزال طبعا اللي حصل، فربنا يا رب يحتسبهم يا رب من الشهداء. فعايزه بقى بالمناسبه دي كمان ان انت تعمل كده حاجه لمصر، يعني احنا طبعا عشان ربنا يحفظ مصر. احنا طبعا يعني الحمد لله عدينا منها على خير. انا حسيت بالزلزال كان قوي جدا، فمن هنا من برنامج صحوني فكره يعني انا صحتك عشان كنا خايفين طبعا. يعني كنا خايفين طبعا، كان قوي ومدمر وكل يوم فيه ضحايا، فبنتكلم احنا بنتقدم بخالص التعازي لاسر الضحايا في دولتي سوريا وتركيا. تمام. ومن هنا من برنامج فكره عايزين نقول دعاء في حفظ مصر، ان ربنا يحفظ مصر سبحانه، واحنا هنقول امين وراك. في يوم الجمعه، النهارده يوم الجمعه يوم مبارك. تمام. فان شاء الله ربنا يتقبل منا. امين يا رب. اولا اتقدم بخالص العزاء والمواسم لشعبنا في سوريا وتركيا. تمام. تفضل. اللهم احفظ مصر بلدا آمنا مطمئنا سائر بلاد المسلمين. اللهم انصر مصرنا وانصر جيشنا واهد شبابنا واستر نساءنا. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تحب تسمع دعاء كمان؟ يا ريت. في دعاء تاني ممكن يكون حاضر في ذهنك؟ تمام. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تمام. في حاجة ممكن معلش تعبناك احنا تعبناك النهارده، استخدمنا صوتك كتير في أرهقنا الصوت ده، فيعني حقك علينا. لا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحيد.
وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا واهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا كافي العظام لحما بعد الموت. سبحانك أنت الغني ونحن الفقراء إليك. سبحانك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. سبحانك نحن المتوكلون عليك. يا رجاء المذنبين يا رجاء المذنبين يا إله العالمين يا إله العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أنا طبعا يعني إحنا لسه معنا وقت في الحلقة، فأنا عايز برضو في نهاية الحلقة يعني في حد معين عايز توجه له الشكر واحنا على الهواء؟ طبعا. طيب اتفضل. اولا بس باختصار عشان الوقت ضيق. اولا بعد ربنا سبحانه وتعالى ثم والدتي ووالدي، تمام، ثم فضيلة الشيخ ربيع محمد تامر امام مسجد الشرقي، اقول له ربنا يجازيه كل خير على يعني ما تقدمت ليه بكل شيء، والشيخ حسام شمروخ والشيخ سيد امام. تمام، شرفتني النهارده. اهلا وسهلا. شرفتوني يا جماعه، انتوا كمان انت شرفتني يا محمود. اهلا بيك يا حضرتك. شرفتني دايما، ويا رب دايما كده نكون مع بعض متماسكين. شرفتني يا شيخ هادي، ويا رب ما تكونش اخر حلقه. اعزائي المشاهدين استنونا في حلقه جديده مع الشيخ هادي الثقيلي، وهتوحشونا لحد ما نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج فكره. اشوفكم على خير ان شاء الله، تصبحوا على خير.